عارف لما تكون بتحب واحدة وأمنية حياتك تتقدم لها، بس ظروفك ما تسمحش، وفجأة يجي حد جاهز يتقدم لها ويتجوزها، شعورك من ناحيته إيه؟ أكيد هتتضايق وممكن تحقد عليه. طيب، عارف لما تكون موظف في مكان وفيه ترقية قريب، وانت بتكافح وبتعافر علشان الترقية دي تكون من نصيبك، وهوب تلاقي زميلك اللي في المكتب اللي جنبك ياخد الترقية اللي طول عمرك بتحلم بيها. أكيد هتتضايق وممكن تغل من جواك وتحقد عليه وتحسده. طيب، لما تكافح مع ابنك علشان يطلع الأول على المدرسة وباني عليه آمال وطموحات، ولما تظهر النتيجة تلاقي ابن الجيران هو اللي طلع الأول، ممكن جدا تحسده وتحقد عليه. طيب، أنا عاوز أقول لك إيه من كل ده؟ عاوز أقول لك تعالى نقلب الآية. يعني إيه؟ البنت اللي أنت اتجوزتها دلوقتي وفزت بيها، أكيد كان في حد كان نفسه يتقدم لها بس ظروفه ما ساعدتش، والوظيفة اللي أنت ترقيت فيها 100% كانت أمل زمايل كتير ليك، وأكيد في منهم اللي بيحقد عليك دلوقتي. وابنك اللي تفوق أكيد طبعا غيرك كتير كان نفسهم ولادهم يكونوا في اجتهاد ابنك، وبالتأكيد هيحسدوك ويحقدوا عليك. طيب، نعمل إيه؟ أول حاجة، لما تشوف نعمة كان نفسك فيها في إيد حد، ادعي له ربنا يبارك له فيها، وقول ما شاء الله، واستعيذ بالله من الشيطان، وافتكر دايما إن ده رزق وإرادة ربنا، عشان ما تبقاش ناقم وتاخد ذنوب على الفاضي. تاني حاجة، علشان تحافظ على النعم اللي في إيدك دايما ردد الأذكار وارقي نفسك وأولادك ونعمك باستمرار. وآخر حاجة، دعوة من قلبك ليا وصلي على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.